السلام عليكم. ليه هي العادات اللي المفروض تحمينا هي أول حاجة بتخنقنا؟ لو أنت الشخص اللي اتقال له طول عمره إن هو موهوب أو مبدع، هل سألت نفسك ليه الموهبة دي اتحولت لاكتئاب أو بيرن أوت في سن العشرين؟ وليه الجيل اللي قبلنا بيشوف القواعد أو العادات دي أمان بينما أنت ممكن تشوفها سجن؟ كارل يونغ في كتابه Psychology of the Unconscious قال إن المجتمع مش خايف عليك، هو خايف منك، خايف من النار اللي جواك لأنها لو خرجت هتهدم وهتحرق كل القوالب اللي هم بنوها عشان يحسوا بالسيطرة. في فيديو النهاردة هنفهم ليه الشخص المبدع هو أكثر واحد معرض للانتحار النفسي، وليه ضريبة الإبداع عند البنت بتكون حرق كامل لمكانتها الاجتماعية بينما الراجل ممكن يتعدى أو يتخطى ده. النهاردة هنفكك شفرة الجمود اللي عند كارل يونغ عشان نجاوب على السؤال اللي بنهرب منه كلنا: هل أنت فعلا حي ولا متهيألك إنك حي؟ بص يا سيدي، كل حاجة في الكون ليها طاقة، حتى الجمادات ليها طاقة وضع، ونفسيتك مش استثناء، فيها طاقة جبارة. كارل يونغ شبهها بالنار. النار بتنور، بتدفي وبتسوي الأكل، بس برضه بتحرق. طب إيه علاقة النار دي بالإبداع؟ العلاقة هي الحياة نفسها. فلنقل إن الطاقة دي مية، وأنت الكوباية تحت حنفية الحياة. لو ما صرفناش المية دي كل شوية الكوباية هتفور، هيبقى فيه فوضى. ومن هنا ننتقل لتشبيه كارل يونغ الأدق، وهي إن طاقتك مية بتجري جواك، والإبداع هو القناة اللي بتصرف المياه دي. القناة دي لو اتسدت بتخلف وراها مستنقع. في قاعدة وهي إن كل اللي مش بيطلع بره بيدمر جوه. المستنقع ده هو خنقة الركود جواك. نفسيتك بتبدأ تاكل في نفسها لأنك ما اديتهاش فرصة تخرج للنور. الإبداع عملية بنائية، ولكن ليها وجه تدميري مش كل الناس بتستوعبه. انت لما بتقرر تبدأ زي ما يكون انت بتمشي الحبل المشنقة بإيدك أو برجلك. ليه؟ لأنك بتحرق 3 حاجات غاليين عليك. أول حاجة الكومفورت زون، تاني حاجة نفسك القديمة old ego image، ايجو زهقنا خلاص يا أخي. ليك حق، النسخة اللي كانت آمنة قبل ما تخاطر وتعمل حاجة. رقم 3 الاحتمالات ودي أصعبهم. طول ما أنت مأجل إبداع أنت شايف نفسك إنك تقدر تعمل أي حاجة، بس لما بتلزم نفسك إنك تصنع حاجة أنت بتقتل كل الاحتمالات دي عشان تطلع واقع واحد ملموس. أنت بتضحي بكل اللي كان ممكن عشان اللي فعلا هيكون. طب هو احنا ايه اللي بيمنعنا اننا نسيب النار دي تنور حياتنا؟ الإجابة الخوف، وبالتحديد الخوف من فقدان التحكم. الإيجو، يا دي النيل على الإيجو بتاعنا بيموت في حاجة اسمها التحكم. لو سمعت كلمة إيجو مرة كمان، الإيجو اللي هو أنا وأنت وإحنا عايز يعرف النتيجة قبل ما يبدأ، عايز يضمن إن مفيش غلطات. والطاقة دي عاملة زي الفيضان، ملهاش كتالوج وما بتسمعش الكلام. فاحنا بنتراقب قدام فيضان الاحتمالات ده. انت خايف تفقد السيطرة، وخايف من الفقد اللي احنا اتكلمنا عنه، خايف تضحي بالاحتمال اللي جواك عشان يبقى واقع. بس الحقيقة المرعبة ان كل ما تمسك الدف اقوى كل ما الوضع هيكون ابشع. انت عامل زي مركب شوية صغير وسط بحر هايج كبير، لو حاولت تصارع الموج بانك تشنج ايدك على الدفة هتغرق. الحل الوحيد هو في التسليم، مش انك تستسلم للفشل، لكن انك تسلم شراعك للحياة اللي جواك، لان ما تقاومه سيستمر. What you resist persists. كارل يونغ بيقول إن التوتر والاكتئاب وأصحابهم اللي إحنا مسمينهم نيروزس بيكون نتيجة الوقوف في المكان. لو الطاقة دي ما لقيتش طريق لبره ترتد لجوه وتنهش فيه. الاكتئاب هنا مش مجرد حزن، ده طاقة محبوسة بدأت تخنق صاحبها لأنها ما لقتش مخرج. الخنقة دي هي الضريبة اللي أنت بتدفعها عشان فضلت واقف مكانك وخايف من نارك أنت اللي كان ممكن تنور طريقك، ولكن أنت سبتها تمسك فيك كالنار في الهشيم. فإحنا في الواقع مش عايزين ذاتنا الحالية تموت، فبنكون مفكرين إن إحنا لو ما اتحركناش مش هنموت، بس في الواقع ده ضحك على الدهون. كارل يونغ جاوب على حاجة أنا كنت بعاني منها لفترة طويلة، وهي تخيلات الموت. تخيلات الموت للنفس التي لا تصنع ما هي إلا علامة على الموت الداخلي. بص يا سيدي، إحنا بنترعب من الموت، وأقصد بالموت هنا الموت الداخلي، والموت التاني برضه كلنا أكيد بنخاف منه. فبنضحك على نفسنا وبنفكر إن إحنا لو ما اتحركناش يبقى مش هنموت. كارل يونغ قال كلمة تصدم كبرياء البشرية كلها، وهي إن أسوأ أعدائنا هم اللي جايين بعدنا، لأنهم هيبدأوا من القمة اللي إحنا تعبنا عشان نوصل عشانها، وهيتخطونا كده كده. هنا بيظهر كبرياء المجتمع والأجيال اللي قبلنا بسبب خوفهم إننا نتخطاهم ويفقدوا السيطرة. عملوا حاجة اسمها العرف. طيب إيه هو العرف اللي إحنا بنتكلم عنه دلوقتي؟ كارل يونغ بيقول The perpetual hesitation of the neurotic to venture upon life is easily explained by his desire to stand still.
يعني التردد الدائم اللي احنا بنشوفه عند الشخص اللي هو النيروتيك العصابي القلقان أو المتوتر بسبب الأسباب اللي احنا اتكلمنا عنها، هو في الحقيقة رغبة مستترة في السكون خوفا من خوض معارك الحياة. العرف هو السماح الجمعي إننا نفضل واقفين. العرف هو السجن الذهبي اللي بيورثوا لنا فيه القلق والخوف تحت مسمى الأمان. اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش. غلط، غلط. لو ما رحتش ناحية اللي ما تعرفوش مش هتعيش فعلا. العرف هنا بيتحول لكولكتيف ايجو ديفense ميكانيزم، وسيلة دفاع نفسي مجتمعية مورطة عشان الكل يفضل محلك سر، والنتيجة انتحار الإبداع. The self murder of not creating. والضريبة هنا مش متساوية خالص. يونج في الكتاب ده اللي صدر سنة 1916 لحد دلوقتي هو يعني كيس ستادي لميس فرانك ميلر، وميس فرانك ميلر دي هي سبب اختلافه مع فرويد، يعني شرط الاختلاف، وده سبب قراءتي للكتاب أصلا. يونج ساب في الكتاب ده ملحوظة قاسية جدا، ألا وهي: إذا كان العرف قاتلا للكل فهو سفاح للمرأة. يونج بيقول إن المرأة اللي بتسلم نفسها لإبداعها بتختبر الجانب المدمر للحياة بسرعة جدا. ليه؟ لأن المجتمع مش بس بيمنعها، ده بيحرق أجنحتها فورا بالتشكيك في مكانتها، أخلاقها، ورصانتها. الإبداع للمرأة جريمة لأنه بيثبت إنها كيان مستقل، مش مجرد بذرة محفوظة في مخزن العيلة. الراجل المبدع ممكن المجتمع يلقبه بالعبقري الغريب، ولكن المرأة المبدعة المجتمع بيحاكمها فورا بالخروج عن النص. ومبدعات كتير بيعيش في صراع مميت، وهو إما إنها تقتل إبداعها وتنتحر نفسيا عشان تفضل بنت العرف أو بنت الأصول، يا تطير ورا إبداعها وتخاطر بإن العرف يحرق أمانها للأبد. طيب ايه الحل؟ ازاي نعيش وسط النار دي؟ بص يا سيدي، انت كده كده هتعيش، بس مش انت الحالية اللي هتعيش. الحل الحقيقي انك تضحي برغباتك في التحكم المطلق. طب ازاي؟ ابني الجملة المجهول، بدل ما تقول انا لازم اعمل احسن فيديو، اكتب احسن رواية واحسن قصة، ارسم احسن رسمة، قول انا في حاجة بتتصنع عن طريقي. انت لما بتبني الجملة المجهول بتهدي الايجو بتاعك شوية، وبتحس انك مجرد قناة او وعاء للطاقة الابداعية اللي جواك دي. كده انت بتدي اعتبار لذاتك المستقبلية اللي هتتولد بعد ما تخلص العمل بتاعك اللي انت عايز تبدأ فيه ده. تاني حاجة، قف في المساحة الوسطى، اللي كارل يونج بيسميها the transcendent function. زي ما قلنا كذا مرة قبل كده إن الإنسان بيتولد في المساحة اللي بين النقيضين، وفي نفس المساحة دي بينمو. الحل مش إنك تهرب من الخوف ده أو تتهور تهور أعمى. الحل هو إنك تقف في النص وتمسك التنشن اللي بين الاتنين دول اللي هما النقيضين. أنا مرعوب بس هعملها anyway، أنا خايف بس أنا هعمل كده. النتيجة في الأرض الوسطى دي هي ظهور نظرة جديدة اللي كارل يونج بيسميها the third way. الإبداع هو اللي بينقذك من صراع النقيضين ده. ثلاثة، اصنع للموت طقوسا. يعني مش طقوس بالمعنى الحرفي، انت تعمل علبة للإبداع ده. عشان النار ما تاكلش حياتك كلها لازم تعمل لها عبوة أو حاجة زي فرن كده، بإنك تعمل روتين إبداعي. يعني حدد مكان ووقت لشخصيتك المبدعة دي، الجزء منك المبدع. طب احنا ليه سميناها طقوس؟ سميناها طقوس لانك هتخش بعد ما تعمل روتين الابداع بتاعك ده بنيه. النيه دي هو ان ذاتك العاديه او نفسك العاديه هتموت مؤقتا عشان النسخه المبدعه منك دي تعيش. ده بيمنع نار الابداع انها تاكل بقيه فصيل يومك، بيديك نوع من الشجاعه والتحكم الذكي. التجربه الشخصيه بتاعتي، انا ما كنتش انتحاري ولا حاجه الحمد لله، بس كان جه فتره عليا فتره طويله كان عندي ديث فانتسيز، تخيلات الموت، وكان الموضوع مزعج، كنتش لاقي اجابه لده. بس كارل يونج قدر يجاوب عليا في الكتاب ده. ولما قررت أعمل محتوى على يوتيوب كنت متوتر وخايف جدا. أنا اشتريت الترايبود، قعدت شهر ونص أو أكتر جنب اللابتوب ببص عليها مش بعمل أي حاجة، يعني حتى دي علبتها لو حد عايز ترايبود رخيصة كويسة أهي. بس في يوم صحيت شغلت الكاميرا الأمامية وده كان غلط بالمناسبة، كان المفروض أشغل الكاميرا الخلفية، بس ده كان الإيجو بتاعي عايز يحس بنوع من أنواع التحكم عشان يكون مطمن شوية. وقعدت أتكلم في فكرة أنا ما كنتش محضر لها كويس، يعني لو جيتوا فتحتوا أول فيديو ليا هتحسوا إن أنا بهرتل، بس والله العظيم في فكرة أنا كان ممكن أوصلها بطريقة أحسن من كده. ولما الفيديو اترفع كنت حاسس بأوت أوف بادي إكسبيرينس، يعني كنت حاسس إن أنا بشوف نفسي من بره، ده مش أنا. وفعلا كنت حاسس إن أنا شايف إن نفسي اللي كانت خايفة بتموت قدامي، وبيتولد نسخة مني ما عندهاش مشكلة إنها تكون قدام الناس. في الواقع بعد كل الكلام ده عن الموت، الأدق نقول إن إحنا بنتحول. البذرة عشان تكبر بتشق نفسها وعشان تبقى نبتة، وإحنا كذلك ما ينفعش نفضل بذرة للأبد، لازم البذرة تموت عشان الشجرة تتولد. وبس يا سيدي، في النهاية انت قدامك طريقين مالهمش تالت: اما انك تختار العرف وتعيش في امان كاذب بس هتدفع الثمن من روحك اللي هتنطفي، او انك تختار نفسك. نار نفسك هتحرق راحتك وهتدمر نسختك القديمة، بس هي الوحيدة اللي هتخليك مثمر وليك قيمة. ما تخافش من الشق اللي في روحك، الشق ده اللي هيطلع منه الشجرة. خلي العرف ورا ظهرك ونارك قدامك وابدأ اصنع نفسك من جديد. حاجة كمان، الكتاب ده
اتراجع بعد كده عشان يبقى اسمه Symbols of Transformation، تقريبا كانت صدر 1921 أو مش فاكر. والأفكار دي من شابتر Song of the Moth. في النسخة الأصلية كانت صفحة 117، وفي صفحة 250 251 النسخة اللي معايا، لو حد حابب يبص عليها يعني. كان معكم أحمد كيوان من شانل أفيد، وباي باي.